الفيلم بيحكي عن قرد صغير اتولد لوحده، شكله غريب وعينيه بيطلع منها أشعة، والقرد وهو بيستكشف قدراته الأشعة بتوصل للملك جات وبيأمر أتباعه يموتوا القرد، بس استغفر الله العظيم يعني بيوصل لبوذا وبيقول له ما يموتش القرد، وفعلا جات بيسمع الكلام. وبالنسبة للقرد بيروح يكتشف الغابة اللي اتولد فيها، ولما بيلاقي القرود بينضم لهم وبيسمع كلام المعلم اللي كان بيعلمهم ازاي ينزلوا جوز الهند من على الشجر. فبيروح القرد وينزل كل جوز الهند، وطبعا المعلم بيتعصب، وكمان بيتعصب أكتر لما القرد بيحدف القرود بالطوب وبيوصلهم لقمة التل. وقبل ما المعلم ينقذهم ويبعدهم وصل الشيطان وخطف قرد من القرود واختفى. ووقتها المعلم حمل مسؤولية اللي حصل للقرد الغريب وأمره يبعد عنهم. وقتها القرد رجع تاني للمكان اللي اتولد فيه وقرر يتعلم القتال بجوز الهند علشان يرجع الطفل. وعاش القرد سنين لوحده وعمل لنفسه عيلة من جوز الهند، وبقت دي حياته لحد ما كبر وبقى بيعرف يحارب. واليوم اللي هجم فيه الشيطان على الغابة نزل له القرد وحاربه بجوز الهند، لكن معرفش يهزمه. وقتها المعلم عرفه إنه بقى موهوب في القتال، بس يلزمه سلاح، والسلاح ده هيلاقيه مع التنين اللي موجود تحت المية، وحذره لأنه ممكن يغرق ويموت. ساعتها القرد مهتمش غير بإنه يجيب السلاح ونزل لقاع المية وراقب التنين وأتباعه لحد ما قدر يسرق منه العمود اللي بيدي القوة ويقدر بيها يواجه أي مخلوق. وبعدها بيرجع القرد تاني للغابة، والمعلم ما بيكونش فاهم السلاح اللي موجود في عصاية مع القرد، والقرد كمان ما بيكونش يعرف قوتها، بس لما بيجربها وبينط من الشلال العمود بيوصله لمكان الشيطان، وكمان بيساعد القرد في كل اللي عايز يعمله، يعني فك قفل الصندوق اللي محبوس فيه القرد الصغير، وكمان حارب بيه الشيطان وقدر يهزمه. في الوقت ده كان التنين متغاظ لأن القرد غفله وسرق منه أقوى سلاح، ولما تواصل مع جت ولقاه مش مهتم قرر التنين يحارب القرد ويرجع سلاحه. ساعتها كان القرد رجع الغابة، والمعلم عرفه إن السلاح ده لازم يكون مع حد من الخالدين، وعلشان يبقى خالد لازم الأول يموت 100 شيطان. وطبعا القرد لما سمع كده ما كدبش الخبر وجرى من مكان لمكان يموت الشياطين لحد ما خلص على 99 منهم وراح لرقم 100. وهناك بيقابل عمدة القرية ومراته، وما بيكونوش فاهمين من القرد التافه اللي بيقول إنه هينقذهم، بس بتوصل بنت صغيرة اسمها لين وبتفهمهم إن القرد ده أسطورة وإنه موت 99 شيطان. وقتها العمدة طلب من القرد يرجع له ابنه مقابل إنه هيعمل له حفلة ويسميه شارع باسمه. وفعلا خرج القرد والعمود بتاعه اتضرب بنت صغيرة متنكرة لأنها شيطانة، ودخل في معركة معاها وقتلها ورجع الطفل. والعمدة وفى بوعده وعمل الحفلة، بس ساعتها وصل التنين وشتت القرد لحد ما أتباعه سرقوا منه العمود، لكن القرد كان قوي ودخل معاهم في معركة ورجع العمود تاني. وتاني يوم كان القرد مستني رسالة جت علشان يقوله إنه بقى من الخالدين. وقتها لين طلبت من القرد تكون مساعدته لأنها بنت غلبانة ومن قرية فقيرة، لكن القرد رفض، بس اتفاجئ إن العمود بيتكلم وبيقوله ياخدها معاه وشاور له على مكان مقبرة. ولما بيمشي في اتجاهها بيلاقي قدامه بحيرة، والعمود بيفتح له باب المقبرة اللي بيتفتح من خلال البحيرة. ولما بينزل فيها القرد ومعاه لن بيظهر لهم الشيطان اللي بيقول إن الوثيقة دي لو القرد مسح منها اسمه هيكون من الخالدين. وفجأة الشيطان بينسخ نفسه، بس على مين؟ القرد بيهزمه وبياخد الوثيقة منه وبيمسح اسمه، وكمان بيكلم جت وبيقوله إنه بقى من الخالدين. بس جت بيعرفه إنه فعلا مش هيموت بطريقة طبيعية لكن ممكن يموت مقتول. وقتها القرد بيسمع بالصدفة الشيطان وهو بيتكلم عن كتاب الحياة الأبدية، وبسرعة القرد وبمساعدة لان بيوصل للكتاب وبياخدوه ويهربوا. وبعدها لان بتقرأ الكتاب وتقول إن طريق الخلود عند شجرة الخوخ، ولما بيسألها القرد عن مكانها بتتوتر وبتسيبه وتمشي وبتروح عند المية وبتقابل التنين، وبنعرف إنها من أتباعه، وده لأن لين راحت للتنين وطلبت منه ينقذ قريتها الفقيرة، وهو وافق بشرط إنها تسلمه القرد وترجع منه العمود. وبعد ما التنين أذن للن توصل القرد عند شجرة الخوخ، راح هو وأتباعه استنوهم هناك وسمموا الخوخ اللي على شجرة من الشجر، وتنكر أتباع التنين علشان يقنعوا القرد ياكل الخوخ المسموم. ولما بيوصل القرد لهناك لين بتديله خوخة من الشجرة المسمومة، وقبل ما يفقد الوعي بيدي التنين خوخة مسمومة بياكلها، وبكده التنين ما بيقدرش ياخد من القرد العمود، وكمان القرد بيغمى عليه.
بس أوان بيفوق والعمود بيشاور له على الكتاب، ولين بتقوله إن مكتوب في الكتاب إن في ساحرة بتقدر تصنع إكسير الحياة الأبدية. وبسرعة بياخد لين وبيروح لمكان الساحرة، ولما بيوصل لهناك بيلاقي المكان فاضي وبيفضل يجرب أي حاجة قدامه، وده تسبب في إن حجمه اتغير وبقى صغير وبيتحبس جوه قفص. ووقتها بتفكر لين تسيبه وتمشي، بس بيصعب عليها وبترجعله تاني. ولما بيمسك القرد الإزازة الصغيرة بيرجع لحجمه تاني، لكنه بيفقد الذاكرة وبينسى إن لين كانت هتسيبه. في الوقت ده بتوصل الساحرة وبتحارب القرد، وبالنسبة لين بتحاول تجهز مكونات إكسير الحياة، بس قبل ما القرد يشربها الساحرة بتدمر الوصفة وبتضرب القرد لحد ما بيفقد الوعي. ولما بتحاول تمسك لين بتعترف لها بالحقيقة وإنها بتساعد القرد علشان تاخد منه العمود وترجعه للتنين. وقتها الساحرة بتسيبها تمشي، لكن لين ما بتقدرش تسيب القرد، خصوصا وهي سامعاه بيتألم، وعلشان كده بترجع له وبتديله العمود. وبكده القرد بيهزم الساحرة وبيعرف لين إنه هيموت كل الخالدين. وقتها لين بتطلب منه يساعد المحتاجين وقريتها الفقيرة، بس القرد مش بيوافق. وفي اللحظة دي لين بتقرر تاخد العمود وبتعمل تحدي للقرد إنه يحبس نفسه تحت المية، وأول ما بيغطس بتاخد العمود وبتسلمه لأتباع التنين، لكنها بتكتشف إن التنين كان بيخدعها ومش هيساعدها. وقتها القرد بيقرر يرجع العمود وبيروح للتنين وقت ما كان هيدمر العالم وبيبدأ يحاربه، مع إنه أصغر منه بكتير وبالفعل ما بيقدرش عليه. وفي اللحظة دي بتوصل لين وبتقول للتنين يضرب القرد بصاعقة على أساس إنها نقطة ضعفه، وفعلا التنين بيضربه والقرد بيفقد الوعي والتنين بيفتكره مات. وفجأة بيفوق القرد وبياخد العمود من التنين وبيحاربه، وبعدها بيروح القرد البيت جات وبيدمره. وقتها بيوصله جات والشيطان ومعاهم الساحرة، وقبل ما يتكلموا معاه القرد بيحاربهم وبيهزمهم كلهم. ومع إن لين كانت بتحاول توقفه، لكن القرد كان خرج عن السيطرة. وفجأة بيظهر بوذا، ولما بيفكر القرد يحاربه بوذا بيحبسه في جبل لحد ما يرجع لعقله. وبعد فترة كبيرة لين بتروح للقرد وبتعرفه إن الجبل قرب يتقفل ولازم يتخلى عن شره يا إما مش هيخرج منه أبدا. وبعدها لين بتدي القرد العمود، بس قبل ما يخرج بيتقفل الجبل، وبعد 500 سنة الجبل بيتفتح تاني وبيكونوا أشخاص بيطلبوا من القرد يحارب الشيطان، وبيعرف القرد إن بوذا اللي بعتهم وبيوافق يساعدهم. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة، ونحب نعرف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وياريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم لأفلام جديدة.